السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أول حلقة في سلسلة مساجد في أمريكا، احنا النهاردة قدام مسجد ماس كوميونيتي. ماس ده طبعا مش مسجد واحد، ده سلسلة مساجد موجودة في أماكن كتير في أمريكا، بس ده الفرع اللي موجود في فيرجينيا دي سي. طبعا المساجد من جوه مختلفة تماما عن المساجد عندنا في مصر، بيبقى فيها أنشطة، بيبقى فيها برامج، بيبقى فيها حتى أفراح بتتم جوه في المساجد، بيبقى فيها أنشطة للأطفال. فخلينا نشوف المسجد من جوه هيبقى شكله عامل إزاي. يلا بينا. طبعا انت بتخش هنا في حاجات كتير بتتعمل طول السنه، برامج كتير بيعلنوا عن البرامج دايما في يوفط زي دي. لو جينا هنا شويه هنلاقي ان في لستة برامج، لستة حاجات بتتعمل، سواء بينج بونج، سواء البرامج طبعا مش كلها برامج اللي هو تحفيظ قرآن فقط لا غير، لا، بيبقى في برامج أنشطة، ترفيه، تحفيظ قرآن، بيبقى في حتى مطبخ هنا موجود، في أنشطة كمان، روبوتات وحاجات من دي، فهنشوف ده كله واحنا ماشيين. طيب يعني ومن ضمن الحاجات والبرامج اللي موجودة بيعلنوا عليها هنا، يعني هنا الفند ريزنج، الحاجات، التبرعات اللي وصلوا لها، الحاجات اللي هم عايزين يوصلوها، برامج بقى على مدى السنة، العيد، البرامج التعليمية، الكلام ده كله، حتى تقريبا father and daughter dinner، برامج عائلية، سوشيال، برامج، كل انواع البرامج اللي انت ممكن تشوفها. مش شرط ان انت تيجي تحفظ قرآن فقط زي ما انا قلت، انت بتيجي هنا تعمل كل حاجة انت ممكن تعملها in day to day life. بيعملوا السوشيال لايف هنا، بيخلوك ترتبط بالمسجد وحاجات تانية كتير، عشان تحس ان المسجد فعلا مكان انت بتحب تيجي فيه، وترتبط ان انت تيجي فيه، ما تروحش مكان تاني. هنا دي بقى بداية الطرقة طبعا هنا بيبقى فيه معلومات دايما، دي مثلا زوجات الرسول اللي حاطينها دلوقتي، بيغيروا المعلومات دي على حسب الايفنت وعلى حسب ايه اللي بيحصل في المسجد. طبعا الطرقة دي بتدخل على اوض كتير وبتدخل على حاجات كتير. يعني المصلى على يميني دلوقتي، ده المصلى، ده المكان اللي الناس بتصلي فيه، المصلى الاساسي. يعني لما الدنيا ما تبقاش زحمه بيعتمدوا على المصلى الاساسي فقط لا غير في الصلاه. هحاول اوريه لكم دلوقتي لو هو فاضي، عشان لو الناس مش بتصلي. ده شكل المصلى من جوه، هو طبعا عشان في ناس بتصلي وكده فاحنا مش هنخش جوه. فده ببساطه شديده شكل المصلى. طبعا ده هو مصلى صغير شويه، بس ده بنستعين فيه لما تبقى الدنيا هاديه، لما يبقى فيه ايفنتات او فيه تراويح او كده. المكان ده كله بيبقى مصلى، المكان اللي انتوا شايفينه ده كله طرقه. هوريكم مصلى تاني، القاعه اللي هو القاعه تانية، بس بيبقى مصلى في التراويح، ده برضو بيبقى مصلى. طبعا اليمين والشمال بيبقوا مصلى، اي مكان هنا بيبقى مصلى في حاله ان المكان مزدحم، صلاه تراويح، صلاه عيد، اي حاجه من دي. الأوضة على الشمال دي برضو مصلى، بس هو قاعة بنعمل فيها أفراح، بنعمل فيها سيلبريشنز، بنعمل فيها احتفالات، الكلام ده كله بيبقى في الأوضة اللي على الشمال دي. هو شكل المكان تقريبا فيه فرح أو حاجة هتبقى معمولة قريب في المكان، فهم مجهزينه بالشكل ده بحيث إن الناس بتيجي بتقضي الأفراح هنا، بتقضي الاجتماعات الحلوة هنا، بتقضي التجمعات اللذيذة هنا، بيعملوا ذكريات هنا، بيعملوا الميموريز بتاعتهم كلها هنا. فزي ما انتم شايفين حاجات بسيطة، طبعا مش قاعة فخمة أو حاجة، حاجات بسيطة بس بتفرق كتير. يلا نطلع نشوف مكان جميل جدا جدا بره هنا، في اخر الطرقه شويه، في بقى مكان جميل جدا. وجمال المكان ده انه احنا بعض الناس ممكن يظن انه بعيد قوي عن المسجد او فكره المسجد، بس هو قريب جدا. مكان للساينس، مكان هنا بيجوا يبنوا روبوتات، بيعملوا بروجكتات. يعني لو بصينا في الصور هنا هتلاقي فعلا دي حاجات بيعملوها، بيعملوا البروتوتايبس، بيعملوا اشكال البروجكتات هنا. يعني بيجوا يتعلموا مش بس قرآن وعربي، مش بس دين وسيرة، لا، بيجوا يتعلموا كمان ساينس، بيجوا يتعلموا كمان علوم مختلفة، بيجوا يركبوا حاجات، بيجوا يبدعوا هنا، بيجوا كمان يعملوا اصحاب وذكريات. فالمكان هنا، المساجد هنا بتبقى مكتملة، تعمل كل حاجة هنا. ده المكان ده اللي احنا فيه. لما بيبقى فيه ايفنتات، طبعا بيبقى فيه ايفنتات زي قيام او غيره، بييجوا هنا بيملوا المكان هنا العاب، بيملوا المكان هنا بينج بونج تيبلز، بيملوا المكان هنا حاجات لذيذه جدا جدا جدا. خلينا نشوف في ايه تاني موجود في المكان. هو الاماكن في حاجات منها مقفوله لان مفيش اكتيفيتي كبير حاصل دلوقتي، بس هنا ده بيبقى شبه مكتبه. لو قربت شويه بيبقى شبه مكتبه، كتب وسجاجيد وحاجات اللي هي ومصاحف، الكلام ده كله، ده الستورج بتاعهم. طبعا بيبقى فيه العاب وبلالين وماركرز وكل حاجه. هنا ده طبعا المطبخ، بس علشان ما فيش زي ما قلنا اكتيفيتي كبير او حاجه كبيره بتحصل او ايفنت كبير، المطبخ مقفول فمش هينفع نخش جوه. بس هنا بيطبخوا فعلا، حرفيا بيطبخوا، يعني حرفيا بيعملوا اكل في رمضان غير رمضان بيجوا هنا يطبخوا. فده بالنسبه للسكشن ده. خلينا نطلع نشوف في ايه تاني موجود، نوريه لكم باذن الله. طبعا احنا كنا بنصور في سيكشن من المسجد، دلوقتي احنا في جزء تاني خالص من المسجد. هنا المكتب، هنا مكتب الإدارة، بيحصل حاجات كتير هنا. هنا بيعملوا الايفنتات،
هنا بينظموا كل حاجه، يعني في حاجات كتير، بيبقى في ناس كتير لازم يشتغلوا في المكان ده. فده مكتب الاداره. بنطلع هنا لو مشينا شويه ونطلع للدور اللي فوق، طبعا احنا عارفين ايه اللي بيبقى موجود هنا. لو طلعنا الدور اللي فوق يبقى فيه بقى حاجات تانية خالص، يعني المسجد مش دور واحد، هو المسجد اكتر من دور. فخلينا نطلع الدور اللي فوق نشوف الدنيا ايه. المكان هنا بقى ده الدور التاني. الدور التاني ده مدرسة إسلامية، بس طبعا علشان النهارده السبت مفيش مدارس إسلامية فاتحة، بس ده بيبقى مدرسة إسلامية، بيفتحوا فعلا بيعلموهم قرآن وعربي. بيبقى مدرسة elementary middle school، يعني ابتدائي وإعدادي لحد سنة تامنة. سنة تامنة ده اللي هي سنة تانية إعدادي. بيجوا هنا يعلموهم كل حاجة بيتعلموها في المدارس العادية، بس بيبقى بطريقة إسلامية، وبيعلموهم كمان مواد إسلامية زيادة عن المواد الأساسية. خلينا نطلع نشوف الدور التالت فيه ايه. في حاجات تانية كتير في الدور التالت، خلينا نشوف ايه الدنيا. هنا ده كافيتيريا المسجد. طبعا كافيتيريا بيبقى فيه حاجات مثلا قهوة، مايكروويف، الكلام ده كله. غير كده انه بيعملوا المكان ده حلقات للنساء، يعني هنا الستات لما بيجوا عايزين مثلا يقروا قرآن او كده، المكان هنا منعزل عن المسجد تحت، فبياخدوا راحتهم ان هم يعملوا اكتيفيتيز، يتكلموا ويعملوا حلقات، يتعلموا قرآن، الكلام ده كله. الى جانب انه بيعملوه برضو مكان لايفنتات. يعني انا على قد ما عرفتي ان في بكره ايفنت معمول هنا، على الاساس ده هم مظبطين المكان بالشكل ده، بحيث ان هيبقى في ناس بتتكلم سبيكرز، وفي برضو الكراسي الناس اللي بتسمع. فبيبقى المكان ليه اكتر من استخدام. وبرضو بيعملوا فيه انشطه للاطفال في اماكن في اوقات معينه من السنه، تقريبا في رمضان. تعال نشوف المكان التاني ايه. تعال نشوف المكان تقريبا الاخير في المسجد ايه. هو ده. طبعا دي صاله كبيره. الصاله دي بيبقى ليها استخدامات على حسب الطلب، يعني هي مش دايما شغاله، بس بيبقى على حسب الطلب. لما بيبقى في مثلا افطار في رمضان، الناس بتفطر سوا. بيعملوا هنا افطار في رمضان سنوي، فبيعملوا في المكان ده عشان مكان واسع. بتلاقي المكان ده مليان ترابيزات، طبعا لو شفت هتلاقي فيه ترابيزات وكراسي وحاجات محطوطه. بيبقى مليان ترابيزات وكراسي، الناس بتيجي تفطر هنا، بيوزعوا هنا الاكل وبييجوا يفطروا هنا. فزي ما قلنا المكان هنا بيفطروا فيه، برضه في اكستنشن او امتداد للمكان اللي بيفطروا فيه، وبيعملوا سحور هنا كمان. هو البلكونه اللي بره دي. طبعا الجو هنا بيبقى اروق شويه، زي ما انتم شايفين. هو ممكن ما تبقاش شكلها دلوقتي احسن حاجه، بس علشان ما فيش اكتيفيتي فيها دلوقتي ان هم يظبطوه، بس هو ده بيبقى شكلها كده زي ما انتم شايفين. الناس بتيجي بيعملوا خيم، فبدل ما انت بتبقى قاعد جوه في المكان، بتيجي هنا تقعد مع الناس بره. طبعا زي ما انتم شايفين الشجر والجو لذيذ. فده شكل المكان من بره برضه. طبعا زي ما انتم شايفين في اشجار وفي لعب. تعالوا اوريكم هنا في العاب للاطفال كمان. زي ما قلنا في مدارس المدرسه الاسلاميه اللي تحت، فبيبقى في زي باك جراوند صغيره للاطفال هنا. ده كان اول مسجد نيجي نشوفه. طبعا ده جزء من منظمه كبيره هي ماس، وده الجزء بتاعها اللي موجود في دي سي، موجود ماس دي سي. تمام. في المساجد مختلفه عندها افكار مشابهه. المساجد هنا مش بتبقى بس زي ما قلنا للقران وللصلاه وفقط لا غير، هي بتبقى حياه كامله، بتبقى فكره كامله ازاي تبني اسره في المسجد، ازاي تبني كوميونتي للمسجد. طبعا وده بيشمل علم، وبيشمل الاجتماعيات، وبيشمل قران، وبيشمل كل حاجه، وبيشمل بناء شخصية إنسان مسلم من الأول للآخر. هنروح مساجد تانية كتير إن شاء الله. عايز لو عجبكم الفلوج في المسجد وعايزين تشوفوا فلوجات زي دي أكتر، عرفوني دي في الكومنتات، وبرضه عرفونا ده عن طريق دعمكم اللي بيبان عن طريق الشير، انك تعمل سبسكرايب، تفولوا القنوات في حاجات مختلفة كتير، بحيث ان احنا نقدر نكمل نوريكم المساجد ونوريكم امريكا فعلا شكلها عامل ازاي من جوه. وبالذات ليك لو انت عايز تيجي امريكا بس خايف ان مفيش كوميونتي حواليك، اللي جاي خير. السلام عليكم.